صباح الخير او مساء الخير زي ما بتسمعني. انا عبد الله، طالب بكليه صيدله الفرقه الرابعه، والنهارده هيكون اول فيديو في تشانل الصيدلي الحريف. هكلمكم فيه عن كليه صيدله، مستقبلها وهتدرس ايه فيها وازاي تذاكر. كليه صيدله اللي هي بالمناسبه تخصص من اهم التخصصات اللي موجود في العالم، واللي من غيره المجال الطبي هيفقد جزء كبير من سايكل العلاج بتاعته. يعني مثلا عاوزك تغمض عينك كده كام ثانيه وتتخيل العالم من غير دواء، الأمراض المزمنة من غير علاج، الجوائح زي كورونا وغيرها من غير الفاكسين. إيه اللي ممكن يحصل؟ هنموت. أعتقد العالم من غير دواء هو أسرع طريق لتحقيق المليار الذهبي. أقول لك سيبك من العالم اللي من غير دواء. ما سألتش نفسك مين اللي بيكتشف الدواء ومين اللي بيطوره ومين اللي بيصنعه؟ الصيدلي، بشكل أساسي الصيدلي. بس يا سيدي، فخليني أخدك جولة بقى جوه كلية صيدلة. هعرفك النظام، المواد اللي انت هتدرسها وتذاكر ازاي. طيب زمان كانت كلية صيدلة 5 سنين بس، وما كانش فيه بقى نظام الساعات المعتمدة والجي بي اي زي دلوقتي. اما دلوقتي كلية صيدلة بقت 6 سنين، 5 سنين دراسة وسنة امتياز بيكون فيها تدريب تطبيقي على كل اللي درسته، وبتتخصص يا اما فارم دي يا اما فارم دي كلينيكال، اللي بصراحة الفرق بينهم مش كبير خالص. ممكن نبقى نعمل فيديو مخصوص عشان اعرفكم ايه الفرق بينهم، وفيديو لفرص الشغل وفيديو للسفر وغيره. بس اطمن، صيدله مجالاتها كتير ومتنوعه، يمكن في اكتر من 20 مجال ممكن يتجه له خريج صيدله. دلوقتي هعرفك اهم المواد التخصصيه اللي انت هتدرسها خلال الخمس سنين وطريقه مذاكرتها. طيب اول قسم هيقابلك في الكليه وده سمعته سابقاه، القسم اللي هتدرس فيه الاورجانيك كيمستري بتطوراتها بقى، اورجانيك كيمستري 1 و2 و3 وميديسنال كيمستري 1 وميديسنال كيمستري 2. كل المواد دي دول هتلاقي فيه كمية ميمز متنطورة عليهم في كل حتة، وصور استراكشرات كبيرة وميكانيزمات كتير وتفاعلات وكل ده، وقد ايه ان الجو جوه مرعب. بس انا جاي اقول لك حاجة، المادة دي او المواد دي كلها بيجمعها حاجة واحدة بس، وهو الفهم. لو انت فهمت يبقى انت قطعت شوط كبير قوي في الحفظ، لان انت عندك تفاعلات وميكانيزمات وستراكشرز كتير جدا، فانت لو قعدت تحفظ بس يعني هتحقق فيها قليل قوي. وزي ما قلت لك، اورجانيك 1 بتفتح اورجانيك 2، واورجانيك 2 بتفتح اورجانيك 3، واورجانيك 3 بتفتح ميديسنال كيمستري 1 وميديسنال كيمستري 2. فعلشان كده لازم تبني نفسك فيهم صح من الاول. يعني لازم تكون مركز، مرتب افكارك كويس جدا وانت بتذاكر الماده دي، تحل كتير بايديك، الاورجانيك بالذات تحل كتير بايديك مش بعينيك، حط 1000 خط تحت تحل كتير بايديك. وبس هي مادة فهم، نصيحتي ليك بجد حبها، لان المادة دي لو حبيتها انت هتعيش فعلا في عالم تاني، يعني هتدخل عالم كده لذيذ جدا. يعني حاول تحبها علشان هي تحبك، يعني لو انت حبيت الاورجانيك هي هتحبك. تمام. وكل المواد عندنا اكنك بتبني عمارة بالظبط، الدور اللي انت هتبنيه هتطلع تقعد فيه، ما بنيتش اي حاجة هتخليك قاعد في الشارع. فارماكولوجي، وده قسم من اهم الاقسام اللي موجودة في كلية صيدلة، واعتقد واضح من اسمه جدا، فارماكولوجي فارماسي، حمادة هلال جدا يعني. صباح الفل. ده اللي هتدرس فيه علم الأدوية كله بتوسع وتعمق عن باقي الكليات الطبية. هتعرف فيه المواد الفعالة، هتعرف فيه الدواء بيشتغل ازاي، هتعرف فيه الأعراض الجانبية والتوكسيستي بتاعت الأدوية والتدخلات الدوائية، امتى اخد ده وامتى اخد ده وامتى ما اخدش الاتنين مع بعض. عارف السؤال الدارج اللي هو بيجي لك ده، اللي هو المسكن بيعرف مكان الوجع ازاي وكده، هو ده القسم اللي هجاوب لك عليه. ده القسم اللي انت هتمسك فيه فران وضفادع وتجرب فيهم الادوية. هو ده القسم اللي مبني عليه اساس كلية صيدلة، وده القسم اللي هيميزك، يعني مذاكرتك الكويسة للمواد بتاعته ده اللي هيميزك بجد عن اي حد تاني، ده اللي بيبين اذا كنت انت صيدلي شاطر او لا. وبصراحة المواد اللي في القسم ده محتاجة فهم وحفظ كبار جدا، لان انت محتاج المعلومات ديت على المدى البعيد، سواء انت في الكلية او اتخرجت، فانت تظل محتاج الفارما في دماغك هنا. تتذاكر ازاي يا دكتور؟ انا شايف ان افضل طريقة تتذاكر بيها ان انت تاخد المحاضرة، تروح البيت تسمعها وتطلع الأدوية اللي فيها، وبعد كده إيه، نبدأ نحفظ الأدوية دي، نبدأ نعمل جداول، نبدأ نعمل قصة نحفظ بيها الأدوية، كل ده. لكن أحسن طريقة صدقني إن أنت تسمع المحاضرة من الدكتور، تروح البيت أنا هسمعها تاني وهذاكرها دلوقتي، دي أكتر حاجة هتثبت في دماغك المعلومات. تالت قسم مهم معانا في كلية صيدلة هو قسم الفارماكوجنسي، وده هتدرس فيه علم النبات بالتفصيل.
هتدرس النبات تشريحيا، وهتدرس ايه اللي جوه النبات ده من مواد فعالة، وهتدرس بستعملها في ايه اليوز بتاع النبات دوت. هتدرس التوكسيستي بتاعت النباتات، التستات اللي بعملها علشان استخلص المواد الفعالة من النبات ده، الأجهزة اللي بتساعدني ان انا استخلص المواد الفعالة وادخل المواد الفعالة بتاعت النبات ديت في أدوية. وطبعا يعني أدوية كتيرة جدا فيها مواد فعالة مستخلصة من النبات، يمكن أغلب الأدوية أصلا. بس هنا بقى في خبر حزين، إن مواد القسم ده ومواد الفارماكوجنسي عموما مبنية على الحفظ. يعني لو حفظت هتنجح، ما حفظتش عادي برضو وارد تنجح عادي، يمكن حظك حلو وتنجح. اللي انا بقوله ده التركه اللي في الحفظ اللي فيها انك مش بتجيب المحاضره كده وتقعد بقى تحفظ بقى السلايد تحفظها زي ما هي كده، مفيش الكلام ده. مش حفظ تقليدي. بمعنى اصح، انت عندك نبات معين في مواد فعاله، ليه استعمالات، ليه تيست معين علشان تكشف عنه، ليه مثلا توكسيستي معينه، ليه فاميلي، ليه اوريجين. فانت بتعمل قصه تربط بيها كل الكلام ده. تجيب اسم النبات تشبهه باي حاجه في دماغك، مثلا فيلم، اسم حد انت عارفه، اي حاجه تيجي في بالك انت هتعمل القصه بيها وتربط الدنيا بيها. يبقى الماده دي مبنيه على انك بتعمل ايه؟ بص، بتبصمج بامانه، بتبصمج يعني. الماده دي مبنيه على ان انت بتبصمج. اقفل يا ابني الكلام ده، انا قايم سلام. بص العب هنا هتكسب، ثقه صدقني، انا عاوز اكسبك والله. قسم الفارماسيوتكس، الصيدليات، القسم اللي المواد بتاعته بتعلمك ازاي تعمل الدواء، بتعرفك ايه الاشكال الدوائيه اللي موجوده عندك، مثلا تابلتس وكبسول، عندك اوينتمنتس وكريمز ولوشنز وغيره وغيره وغيره. القسم ده هو اللي هتدخل السكشن بتاعه كده، تشمر البلطو وتبدا بقى تعمل انت الحاجات دي، تعمل بقى تابلتس، تعمل دواء كحه، تعمل معجون، تعمل كريم، تعمل لوشن، تعمل كل الكلام الايه الجميل ده. وده بيكون بصراحه سيكشن لذيذ لحد ما تيجي تمتحن، ما بيبقاش لذيذ خالص يعني، تبقى بتلف حوالين نفسك وقاعد تخبط في اصحابك. اما بقى قسم الكلينيكال فده قسم هتتعرض للمواد بتاعته في رابعه وفي خمسه، وبعض المواد بتاعته كده في ثانيه وفي ثالثه. وده قسم بيهتم اكتر بالامراض وبالتعامل الصحيح مع المريض، وبتدرس فيه مواد اكتر لو كنت فارمدي كلينيكال. قسم الميكروبيولوجي، وده القسم اللي انت هتدرس فيه الطفيليات بكل اشكالها، فيروس، بكتيريا، ديدان، حشرات الى اخره. وده القسم اللي انت هتقعد فيه على الميكروسكوب وتبدا تشوف الحاجات دي بنفسك وتعمل عينات وغيره برضه. وبصراحه المواد بتاعته بيطغى عليها الحفظ اكتر برضه من الفهم. انت هتفهم والموضوع هيبقى ستوري كده، ولكن لازم تحفظ كويس جدا عشان تعرف تحل في الامتحانات. غير كده بقى هيقابلك مواد كتير هتحس انها ملهاش لازمه، وهتقول انا بدرسها ليه وايه علاقتها بصيدله. فبصراحه معاك حق، يعني في مواد كتير جدا عندنا بنحس انها حمل كده علينا وملهاش دعوه بالصيدله خالص، ولكن خد الجانب الايجابي منها. استعمل المواد دي ان هي تطور لك اللغه بتاعتك، تديك مصطلحات جديده، تطور عندك مهاره الحفظ والاستيعاب. بس بص بقى يا سيدي، عشان اثبت لك ان انا يهمني مصلحتك، خد حبه النصائح الحلوه دي. 1. اختار صحابك بعناية، يكونوا ناس محترمين وشاطرين تشدوا بعض، وفي نفس الوقت يكونوا ناس لذيذة عشان تقضوا جو حلو ولذيذ مع بعض. 2. لو انت مغترب، اسكن مع ناس نظيفة محترمة مش بتدخن، وابعد تماما عن الناس اللي مش بتدرس. اسكن مع ناس بتدرس حتى لو مش في نفس كليتك، تمام؟ علشان يعني ان حد يكون فاضي وحد يكون مشغول ده هيخليك انت تلعب مش هيخليك تذاكر. 3. بص بس معلش 3 ما تبخلش على حد صاحبك بمعلومه لو انت عندك الوقت والطاقه ان انت تساعده فعلا في المعلومه دي. ما تجيش على نفسك يا عم، بس في نفس الوقت ما تبخلش بالعلم على حد. ما تعملش مشاكل مع الدكاتره، سيب انطباع حلو عنك وسيب اثر حلو عموما في صحابك والناس اللي حواليك. افرح بنفسك، افرح بالبلطو، اتصور كتير مع اصحابك، اتصور كتير في السكاشن، اعمل ذكريات جميله. وسيبك من الناس اللي هي الدفعات الكبيره او الاشخاص اللي موجوده في الدفعات الكبيره اللي هي بقى بتترول على اولى والكلام ده كله. سيبك من الكلام ده خالص. الناس دي غالبا ما عرفتش تعمل لحظات جميله بس فمتغاظه. بس يعني ذاكر كويس عشان انت في يوم من الايام هتكون مسؤول عن ارواح، فخليك شاطر لنفسك وخليك شاطر علشان ما تضرش حد. انا اشتريت بكل الفلوس نصايح. وبس كده يا صديقي، لو انت وصلت معايا لحد هنا اتمنى ان انت تكون استفدت. لو عايزين نتكلم عن اي حاجه تانية اكتبوا لي تحت في الكومنتس، ودلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. سلامات.